السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والذي يحكي هذا الموقف رجل كان يومئذ على الشرك، عروة بن مسعود الثقفي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش عندما رجع إلى قريش: لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه كما يعظم أصحاب محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحضون النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فللحبيب النبي على أمته حقوق، ومن هذه الحقوق أنك تحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه العظيم، وإن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لكريم، وقد اصطفاه رب العالمين على سائر خلقه، وزكاه رب العالمين في كل شيء. زكاه رب العالمين في عقله فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في صدقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. بل زكاه رب العالمين كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتي في الله، حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، كما أخبر هو عن نفسه فقال كما جاء في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، أتيت جوامع الكلم، بمعنى أن ممكن بكلمات يسيرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم تشمل المعاني والأحكام الكثيرة والكثير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لن أسأل عنه أحد غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله يشمل جميع الإيمان، ثم استقم على هذا الإيمان أي حتى تلقى الله عز وجل. قل آمنت بالله ثم استقم، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كله في هاتين الكلمتين. أتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بها النبيون عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فأول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك شك من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبي في الله، الحب ليس كلمة تقال، بل هي أعمال على أرض الواقع. تزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تارك الصلاة؟ تزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسب دين الله؟ تزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأتي المنكرات بلا حياء ولا استحياء من الله؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم شجرة كريمة، إذا أثمرت في القلب أثمرت كل حب واتباع واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، انظروا إلى الصحابة كيف ترجموا هذا الحب إلى واقع، إلى حياة. والذي يحكي هذا الموقف رجل كان يومئذ على الشرك، عروة بن مسعود الثقفي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش عندما رجع إلى قريش: لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه كما يعظم أصحاب محمدا. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده،
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحضون النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى هذا الموقف الآخر لصحابي جليل لم يذكر الحديث اسمه بل ذكر موقفه، والحديث رواه الإمام الطبراني من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي وأحب إلي من كل شيء، وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك، وإني تذكرت أو ذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. هذا الصحابي يخاف أنه إذا دخل جنة رب العالمين ألا يرى حبيبه ونبيه في جنات رب العالمين، لأن النبي سيحشر مع الأنبياء والمرسلين في أعالي الجنان. بما يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي تكفل بالرد هو رب العالمين جل وعلا. ينزل جبريل الأمين على قلب نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذه الآيات الكريمات: ومن يطع الله والرسول. هذا هو الطريق. عايز تكون مع حبيبك النبي في الجنة؟ هذا هو الطريق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الطريق يا عبد الله. فأنت مطالب أن تحب النبي أشد ما تحب والديك، أشد ما تحب زوجك، أشد ما تحب أولادك، بل أشد ما تحب نفسك التي بين جنبيك صلى الله عليه وسلم. أما أننا نزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونكون تركينا للصلاة. يا عم تقول له أنت بتحب النبي؟ يقول لك بحب النبي. طب أنت بتصلي؟ يقول لك بصراحة يا عم الشيخ ما بصليش. طب ما بتصليش ليه يا ابني؟ يقول لك أنت شايف الحياة، الصبح في الوظيفة وبالليل عمل إضافي بحسن بيه دخلي. حبيبي في الله، الصلاة هي الفارقة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والحديث عند الإمام أحمد في المسند. فحذاري يا عبد الله، حذاري أن تترك الصلاة، لأن عندما يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يكشف بينهم الحجاب، فيرى أهل الجنة أهل النار وهم يعذبون، ويرى أهل النار أهل الجنة وهم ينعمون، فتقول أهل الجنة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ اللي جابكم هنا؟ وسقر هي أشد درجات جهنم. قالوا لم نكن من المصلين. يبقى أول مصيبة فعلوها أنهم تركوا الصلاة. فحذار يا عباد الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته وأن تقتفي أثره. يبقى أول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أن تعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الجهلة المسلمين إلا من رحم ربي تقول قال رسول الله، يقول لك يا عم احنا فين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا حبيبي في الله، أنت مطالب أن تتبع سنته، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كان علو الصوت في مجلس النبي ممكن يحبط العمل، فما بالكم بمن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربنا جل وعلا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. علو الصوت في مجلس النبي ممكن يحبط العمل، فما بالكم بمن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ما بالكم من يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟